البقوليات بقى بشكل عام زي الفول، زي اي حاجه فيها بقوليات، فول، فاصوليا، اي بقوليه من البقوليات، يعني ثمار البقوليات دي بتكون معتمده اعتماد كبير جدا على البكتيريا. حد عارف البكتيريا اللي بتبقى معتمد عليها اسمها ايه؟ أ- الكوبس. بالظبط بالظبط، تمام، عبير اللي ردت صح. تمام ايوه. تمام، ممتاز يا عبير. فعلا الرايزوبس او الرايزوبيا المفرد بتاعها، يعني البكتيريا بتاعت الرايزوبيا دي هي اللي بتبقى بتسبب العقد البكتيرية. يعني ايه عقد بكتيرية؟ يعني النبات بتاعي وهو موجود في التربة، الجدر بتاعه بتبقى فيه فعلا كتل كده في الجدر نفسه، كتل او عقد كده زي العقد بتاعت الخيط، دي اسمها العقد البكتيرية. ليه؟ لانها بتبقى غنيه جدا بالبكتيريا بتاعه الرايزوبيا اللي احنا بنتكلم عنها دي، وده الموطن بتاعها، يعني ده المكان اللي هي بتعيش فيه البكتيريا بتاعه الرايزوبيا دي. البكتيريا دي بقى ايه اهميتها بالنسبه للبقوليات؟ السلاله دي بتعمل على تثبيت النيتروجين. يعني ايه؟ يعني النيتروجين، العنصر بتاع النيتروجين اللي هو مهم جدا للنبات والغذاء بتاعه، بيبقى موجود في التربه بس بصوره الثمره او النبات نفسه بتاع البقوليات مش قادر يحصل عليها. ودي حاجه مهمه جدا، من العناصر المهمه الغذائيه جدا جدا للبقوليات عشان تنمو. فهو مش قادر يحصل عليها بالطريقه اللي موجود بيها في التربه، بالشكل اللي موجود بيه في التربه. فبتبتدي البكتيريا اللي موجوده في العقد البكتيريه ديت بتبتدي ان هي تعمل على تثبيت النيتروجين في بتخلي الجذور بتاعه النبات تقدر تمتص النيتروجين، لانها بتغير شكل النيتروجين الموجود في التربه، فبتخليه بشكل يقدر النبات بجذوره ان هو يمتصها من التربه. وبالتالي هي طبعا حاجه مهمه جدا لنمو النباتات اللي بتبقى البقوليات بشكل عام. هي بتبقى حاجه مهمه جدا لنمو النباتات دي. وطبعا لان احنا عارفين النيتروجين دي اهم العناصر الغذائيه المهمه جدا علشان نمو نبات البقوليات، فوجود العقد البكتيريه دي والبكتيريا دي في الجذور بتاعه النبات دي بتبقى حاجه مهمه جدا لنمو النبات. كمان جذور النباتات بتدي بقى البكتيريا الموجوده دي، العقد البكتيريه دي، الجذور بتاعه النباتات بتديها السكريات والبروتينات اللي بتبقى محتاجاها البكتيريا علشان تنمو وتمارس الاكتيفيتي بتاعتها. ففي الحاله دي البكتيريا بتستفيد والنبات بيستفيد. العلاقه دي ما بين اتنين كائن حي، لما يبقى الكائن ده بيستفيد والكائن ده بيستفيد، العلاقه دي اسمها ايه؟ تكافلية. علاقة تكافلية. تكافليه، بالظبط كده. عبير برضو اللي ردت، انا ما خدتش بالي مين اللي رد. أسماء أسماء. اسماء. اسماء، ممتاز يا اسماء. هي فعلا دي علاقه تكافليه زي ما احنا اتكلمنا في السيشن الاولانيه خالص. قلنا ان الطفيل لما بيعيش على العائل بيعيش متطفل عليه، بيبقى كائن حي واحد بس هو اللي بيستفيد اللي هو الطفيل، انما الكائن التاني ما بيستفيدش، بالعكس ده بيتضر، بيسبب له امراض وبيعمله مشاكل صحيه خطيره جدا. لكن العلاقه اللي احنا بنتكلم عنها ما بين البكتيريا بتاعه الرايزوبيا اللي هي بتبقى موجوده في العقد البكتيريه وما بين النباتات البقوليه دي علاقه تكافليه. يعني هو بيستفيد، الطرف ده بيستفيد البكتيريا، والطرف التاني ان هي النباتات بتستفيد برضو. دي بتستفيد بانها ما بتبقاش قادره تاخد النيتروجين من التربه بصورته اللي موجوده في التربه دي، فالبكتيريا بتسهل له ده، بتغير شكل النيتروجين، تعمله شكل يقدر النبات ان هو يمتص النيتروجين من التربه ويبتدي يعمل عمليه البناء الضوئي بتاعه علشان يبتدي ان هو ينمو ويعيش. وفي نفس الوقت الجذور بتاعه النبات البقوليات بيدي للبكتيريا السكريات وبيمدها بالبروتينات اللي هي بتحتاجها علشان تبتدي تعمل الاكتيفيتيز بتاعتها ديت وتبتدي تنمو وتتكاثر وتعيش حياتها. يبقى الاتنين مستفيدين والاتنين معتمدين على بعض في حياتهم، وفي ان حياتهم يعني يقدروا ان هم ينمو ويتكاثروا ويعملوا الاكتيفيتيز بتاعتهم.